السلام عليكم الفاميلا، لاباس عليكم؟ جيتكم فيديو جديد، كنتمنى خلاص تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. جيتكم فيديو جديد من بعد مده طويله، بعد ما غبرت على اليوتيوب شي تقريبا عامين هادي. غتكونوا واقيلا توحشتوا الفيديوهات ديالي ولا لا؟ مده هذه صراحه باش غبرت على اليوتيوب بسبب كان عندي العام الاخر ديال القرايه. ما كنت صراحه مزيره بزاف، وبنتي كانت مازال صغيره. يعني ما قديتش نوازن صراحه ما بين ثلاثه الحوايج، ما بين القرايه والتربيه واليوتيوب. خصوصا اليوتيوب صراحه كيبغي صراحه الخدمه بزاف. داكشي علاش مي حاليا هاني معكم دابا اي حاجه دابا غنشاركها معكم، وجدت لكم مفاجات بزاف، ما عليكم غير تشجعوني. ودابا هذا الفيديو اللي كتفرجوا فيه صراحه اسمحوا لي طولت عليكم في الهضره في المقدمه. هذا الفيديو دابا اللي كتفرجوا فيه تتمه ديال اللايف ديال البارح، حيت هاد البلاصه ما كانش كيشد ليا فيها الريزو، وقررت نديرها لكم فيديو باش من هنا نكمل المشاهده ديال البلاصه كامله. دابا هاد البلاصه ما كانش صراحه كيشد ليا فيها الريزو. هاد البلاصه سميتها المناره ديال كاب سبارتيل او راس سبارتيل، وهاد المناره هي من اقدم المنارات في المغرب، تبنات في عام 1864 ديك الوقيته بامر من السلطان محمد بن عبد الرحمن. وهذه تبنات من بعد ما وقعت واحد الحادثه. هاد الحادثه وقع فيها اصطدام ديال واحد الباخره ديال دونا ايزابيل، وهاد السفينه تابعه للبحريه العسكريه البرازيليه، وفي هاد الحادثه ماتوا فيها شي 250 شخص، ومن تما تبنات هاد المناره. داكشي علاش فيها بزاف ديال المآثير اللي غتشوفوها في هذا الفيديو، حيت تما كانوا فيها اللي الحراس، كانوا فيها اللي كيراقب هذاك البرج ديال المناره. مهم باختصار تبنات هذه المناره باش تاخذ المهام ديال التشويه البحري، وتراقب بحال السفن البحريه اللي كيدوزوا في ديك المضيق ديال جبل طارق، حيت ديك المنطقه كان كيوقعوا فيها الحوادث بزاف ديال السفن. والسبب اللي خلاهم يبنيوها في ذاك الموقع بالضبط هو لانه هو اعلى نقطه في المغرب فاش كيلتقيو الامواج ديال البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي. مهم هادشي اللي كاين صراحه، وديك البلاصه زوينه بزاف، وكيجيو لها الناس من اي بلاصه من انحاء العالم باش يجيو يزوروا ديك البلاصه. المهم حيت مشيت حتى انا، هذه تاني مره مشيت ليها في الصيف، ومشيت ليها في هاد الوقيته. وديك البلاصه فيها خلاص ممكن ما تشوف في اللايف، فيها المنتزه، فيها واحد البلاصه زوينه، واحد الخضوريه زوينه بزاف، فيها بزاف ما يتشاف. وثمن ديال التذكره باش كيدخلوا ديك البلاصه حاليا 25 درهم باش كيدخلوا الواحد. وهادشي اللي كان مهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا من هذا الفيديو اللي اول مره صراحه نصور بحال هاد الانواع ديال الفيديوهات، وكنتمنى يعجبكم. ما تنساونيش بعد اول حاجه بلي لايك ولي كومونتيرات الزوينين ديالكم، هما اللي صراحه كيخليوني نزيد هكا من الفيديوهات، هما اللي كيخليوني نتشجع. مرحبا بالمتتبعين الجداد اللي دخلوا لعندي القناه، مرحبا بكم. ما تنساوش تفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم اي جديد واي فيديو حطيت. ومن دابا صراحه راني رجعت اليوتيوب، ما كاين غير فيديوهات. اي بلاصه ان شاء الله مشيت ليها غنصورها لكم، واي حاجه غنشاركها معكم. كنتمنى صراحه تشجعوني، وشكرا لكم بزاف. وكما كتشوفوا في الفيديو المهم صورت لكم كل شيء، اي حاجه كاينه في ديك المناره الداخل صورتها لكم. من غير داك البرج صراحه ما طلعنا ليش حتى هو، واحد داير ليه تذكره ليه بوحدو. اللي بغى يطلع ليه كيخلص عاوتاني وقيله تذكره ديال 50 درهم على ما اظن، صراحه ما عقلتش. المهم هادشي اللي كاين في هاد التحت ديال المناره. اي حاجه من المآثير ديال زمان في ديك الوقيته حاطينها دابا تموك، واي حاجه حاطين حداها ارتيكل باش اي واحد يقراها ويفهم يفهم داكشي اللي يفهم اش كيعنيو بديك اللعيبه ولا ديك الحاجه. وهادشي اللي كاين. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وصراحه كنتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخير، غيعجبكم بزاف. وبسلامة عليكم حتى الفيديو الماجي ان شاء الله يا ربي، وشكرا لكم. باي باي، بسلامة.
هذه هي الدخلة ديال المنارة كابس بارتي. قيل هاد البلاصة كيعاودو فيها القصة ديال هاد البلاصة واقيلا. المهم المنارة عرفتش كتبان ليكم المنارة.